بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله مع حضراتكم هنتعلم حاجة جديدة في الفيديو بتاعنا النهاردة. ده طبعا زي ما انتوا شايفين كده، ده اللوك بتاع الغسالة التوشيبا الانفرتر الفوق اوتوماتيك. في الفيديو ده ان شاء الله باذن الله هنتعلم ازاي نختبر اللوك ده، وهل ينفع ان احنا نقوم بالغاء اللوك ده من الغسالة. وكمان هنفك اللوك ده ونشوف اجزائه من الداخل وطريقة عمله. كل ده واكتر ان شاء الله باذن الله هتلاقوه في الفيديو ده. ولكن في البداية ارجو من حضراتكم لو اول مرة تتابعوني، رجاء ان انتوا تتفاعلوا مع القناة وتدعمونا بلايك وشير علشان يصل لحضراتكم كل الفيديوهات القادمة ان شاء الله. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. اللوك ده طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده بتاع الغسالة التوشيبا ال 13 كيلو وال 15 وما فوق ذلك. اللوك ده طبعا يعني اعطاله في الغسالة التوشيبا ان بتدينا ايرور 21. طبعا بيكون من اللوك ده. وطبعا اللوك ده الغسالة مش هتشتغل الا لما الكارتة تحس ان اللوك قفل. اللوك زي ما حضراتكم شايفين كده ده بيبقى مربوط بمسمارين، بيبقى مكون او خارج منه 3 اطراف. فالنهاردة ان شاء الله باذن الله هنتعلم لو اللوك ده ما بيقفلش معانا او الغسالة مديانا ايرور 21، ازاي نفك اللوك ده ونختبره ونفحصه، وازاي نعرف طريقة تشغيله من الداخل او كيفية عمله من الداخل. هو طبعا بيبقى مثبت بمسمارين من هنا جزئين، وبيبقى فيه هنا برضو زي كليبس كده. يعني هنفك المسامير دي كده مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين كده بيبقى فيه هنا كليبس كده، بمجرد ما نضغط عليه بيخرج معانا اللوك. وده شكل اللوك من الداخل زي ما حضراتكم شايفين كده، بيبقى بالطريقة دي. طبعا ده كويل كهرباء بيشتغل على 220 زي ما حضراتكم شايفين كده. احيانا بيكون الموتور ده محروق تمام، وبالتالي ان هو ما بيقومش بالقفل والفتح. فاحنا النهارده ان شاء الله باذن الله هنتعرف على الموتور ده وازاي طريقة تشغيله، وايه وظيفة السويتش ده او الطرفين دول، وكيفية عمل اللوك ده ان شاء الله باذن الله. طبعا الموتور ده يا جماعة متوصل له طرفين. الطرفين دول اللي هو الطرف الاسود والطرف الابيض. دول الطرف الاسود والطرف الابيض دول بتوع الموتور ده. دول لو هنوصل الموتور نجربه هنوصل على الطرف الابيض والطرف الاسود، وهنجرب برضو مع حضراتكم دلوقتي. ويا ريت طبعا اثناء التجربة ان احنا نجرب على سيريا. ده الطرف الابيض زي ما هو موضح لحضراتكم كده، الكويل ده اهو طرف اسود وطرف ابيض. زي ما حضراتكم شايفين كده ده طريقة عمل الكويل من الداخل او طريقة عمل اللوك من الداخل. الكويل ده طبعا بيبقى راكب عليه المدفع ده او القطعة دي اللي على شكل مدفع. فبالتالي الموتور او الكويل ده بيحركها
للأمام وللخلف، للأمام أثناء عملية الغلق، وللخلف أثناء عملية الفتح. وبالتالي طبعا أحيانا من أسباب عطل اللوك ده ممكن يكون الكويل ده محروق، يعني ممكن يكون الكويل ده محروق. وطبعا الكويل ده بيتجرب معانا على 220 عادي، فاحنا بنلجأ لطريقة اختبار اللوك ده علشان احيانا بيكون الكويل ده قاطع. واحيانا برضو من الاعطال اللي ممكن تسبب العطل ده في الغسالة ان الجزء ده بيكون مجنزر، يعني دول طرفين التوصيل احيانا دول كده لما بيوصلوا بيكون فيهم طرف او الطرفين احيانا بيكونوا مجنزرين، فبالتالي الجنزرة دي هتبقى عامل عازل للتوصيل، فمش هيوصل معانا، فهيدينا برضو نفس العطل. فده اختبار الكويل بتاع اللوك. برضو معانا اختبار تاني هعرفه لحضراتكم دلوقتي، ولكن برضو يعني طريقة القفل والفتح وطريقة التوصيل. القطعة دي بتبقى راكبة هنا كده، تمام، بتبقى راكبة هنا كده، وأثناء ما يكون اللوك متقفل، فطبعا الموتور ده أو الكويل ده أثناء عمله بيزق القطعة دي كده للأمام، فبالتالي الطرفين دول بيوصلوا بعض، والكارتة بتحس إن الطرفين وصلوا بعض، وبتبتدي الغسالة تشتغل معانا. ولكن لو الطرفين دول مش واصلين لبعض او فيهم جنزرة او فيهم قطعة او اي حاجة، برضو الكارتة مش هتحس معانا وهتدينا نفس الايرور. طبعا ممكن من الاعطال برضو ممكن تكون الاطراف دي كده قطعة، يعني ممكن تكون الاسلاك دي كده قطعة او فيها سلك قاطع، فبرضو اللوك مش هيشتغل معانا، والغسالة هتدي معانا نفس الايرور اللي هو 21. طيب احنا ممكن الموتور ده يكون شغال وبيقفل ويفتح معانا، ولكن الغسالة برضو بتدينا نفس الايرور. تعالوا هقول لكم برضو نختبر ازاي ان حصل عملية توصيل بين الطرفين دول ولا ما حصلش عملية توصيل. حتى بعد نظافتنا ليهم بصنفرة خفيفة، وبعد ما نظفنا الجنزرة لو كانت متواجدة. طبعا اللوك ده زي ما قلت لحضراتكم اطراف التوصيل بتاعة الكويل الطرف الابيض والطرف الاسود، لو وصلنا لهم 220 الموتور هيشتغل معانا لو كان الموتور سليم. اطراف التوصيل اللي هو الطرف الابيض والطرف الاسود زي ما حضراتكم شايفين كده. المفروض طبعا علشان برضو نتأكد من سلامة اللوك 100%، ده كده او الكويل ده كده لما بيكون للامام الطرفين دول بيكونوا في عملية توصيل، فاحنا هنقفل اللوك ونجرب ونتأكد من إذا كان اللوك ده سليم ولا فيه مشكلة، ولا الأطراف دي ما بتوصلش بعضها وما بيحصلش عملية توصيل من الأساس. طبعا اللوك ده فيه 3 طرف زي ما قلت لحضراتكم، الطرفين رايحين للكويل ده، الطرف الأبيض والأسود، وفي طرف طالع من الطرف الأبيض رايح للسويتش ده، وطرف بني كمان طالع من الفيشة مباشر رايح للسويتش ده. فاحنا علشان نختبر نشوف اللوك قفل معانا وحصل عملية توصيل ولا لا، هنعمل بدل ما كنا موصلين الكويل على الطرف الابيض والاسود، لا هنعكس الطرف معانا طرف من الاطراف هنشيل، يبقى اثناء التوصيل علشان نشوف او نتأكد ان حصل عملية توصيل هنا هنوصل على الطرف الابيض والطرف البني، تمام زي ما حضراتكم شايفين كده. هنوصل على الطرف الابيض والطرف البني، وهنقفل اللوك بتاعنا ونجرب مع بعض. طبعا اللوك دلوقتي في عملية قفل، هنجرب.
مع بعض. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده اللوك معانا في وضع قفل. دلوقتي هنجرب طبعا على الطرفين التانيين، الطرف الابيض والطرف البني. هنشوف كده اثناء عملية قفل اللوك هل الطرفين موصلين ولا مش موصلين. كده بنجرب سيريا كده زي ما حضراتكم شايفين السيريا منورة معانا. كده السيريا منورة معانا، اذا كده حصل عملية توصيل تمام في اللوك. اذا كده اللوك كده قدرنا نختبره ونشوف اعطاله، وقدرنا نحدد اذا كان اللوك سليم ولا المشكلة في الكارتة ولا في اطراف التوصيل. طبعا زي ما قلت لحضراتكم احيانا ممكن يكون في طرف من الاطراف دي قاطع، فاحنا بنقيسه بآفو. بنقيس الثلاث اطراف وبنتأكد من سلامتهم. بعد كده بنفتح اللوك بتاعنا زي ما وريته لحضراتكم، ونبتدي نجرب الكويل الاول. لو الكويل سليم نبتدي نشوف لو في جنزرة ما بين الطرفين ما بيعملوش عملية توصيل، نبتدي ننظف الطرفين دول من الجنزرة، او لو فيهم اي حاجة بتعوق التوصيل بننظفها. وان شاء الله بإذن الله الغسالة بتشتغل معانا والعطل بيزول من على الشاشة. ودي كانت حلقتنا النهاردة. يعني يا ريت تكون نالت إعجابكم، وأرجو إن أنتوا تكونوا اتعلمتوا حاجة جديدة النهاردة في الفيديو بتاعنا. وأنا طبعا تحت أمركم في أي أسئلة اكتبوا لنا في التعليقات، وإحنا إن شاء الله بإذن الله مش هنبخل عليكم بالرد. واخواتنا الفنيين احنا دايما في ظهركم، وما تقلقوش ابدا، وكلمونا او ابعتوا لنا في التعليقات، واحنا دائما وابدا ان شاء الله باذن الله هنقف جنبكم لحد ما تبقوا فنيين محترفين. ولكل اصحاب الاجهزة اللي عايزين يستفسروا عن اي حاجة احنا برضو تحت امركم، مش هنبخل عليكم باي معلومة. واكتبوا لنا في التعليقات، واحنا برضو ان شاء الله باذن الله هنرد على حضراتكم. وطبعا هسيب لكم رقم التليفون في الوصف لو حد عايز يتصل مباشر يستفسر عن حاجة او عنده اي حاجة عايز يسأل عنها، احنا برضو تحت امركم. دي كانت حلقتنا النهاردة، واحنا كده وصلنا لنهايتها. أرجو إن هي تكون كانت خفيفة على قلوب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.